أهلا بكم في استوديو الكرة مع صلاح. نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره البنك الأهلي ب3 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور 8 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2023 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. وأحرز أهداف بيراميدز كل من إسلام عيسى في الدقيقة 3 من زمن المباراة، وفخري لاكاي في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، وعاد إسلام عيسى ليحرز الهدف الثالث الدقيقة 60. وشهدت المباراة طرد موسى دياوارا في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على مصطفى فتحي، مما يتسبب في ركلة جزاء. فوز مستحق لنادي بيراميدز. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.